السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة الياسيركي، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة هتكلم في موضوع مهم جدا بيشغل بال الكثيرين، وهو التصوير الجوي للمتغير أو تصوير المتغير الجوي على المباني أو المنازل. بس أولا قبل ما ندخل ونتطرق في الموضوع، فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وضغط لنا لايك دعما للقناة علشان يوصل للفيديو لأكبر عدد إن شاء الله. انتظرونا، سنعود إن شاء الله بعد قليل. المتغير الجوي ده اللي هو أنت ليك بيت، تمام، بنيت أوضة فوق السطح، بنيت سقف، بنيت عمدان، بنيت طوب، بنيت أي حاجة، أو ورا البيت، أو بنيت في الأرض نفسها خالص، والزراعة ما عرفتش، في أرض زراعية أو المحليات ما عرفتش إنك بنيت. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان خلال كل 15 يوم بيتعمل تصوير جوي لجمهورية مصر العربية كلها، تمام. في خلال 15 يوم دول لو عملت اي حاجة في المبنى جديد او كده، بيجي عن طريق المحافظة للوحدة المحلية او مجلس المدينة، بيجي نقطة. النقطة ديت بتحدد مكانك، ان المكان ده فيه متغير، فيه في حاجة حصلت فيه، تغيير حصل فيه. فبتيجي النقطة على الموبايل، على البرنامج في الجي بي اس، بيمشي الموظف او المسؤول في المحليات، بيمشي على النقطة ديت، بيوصل لحد ما يوصل عند قدام البيت او المتغير ده اللي في البيت اللي فيه تغيير. فبالتالي آه، ناس كتير بتستعجب، الله، ايه اللي عرف الناس ديت، ايه اللي عرف ايه اللي عرف المحلات ان انا مثلا بنيت اوضه فوق او عملت او كده. الله، ده جاري هو اللي اشتكى فيا، ده فلان اللي شكى فيا، ده يبقى ده فلان اللي عمل فيا كده. لا، الاحداثيات ديت كل 15 يوم بتتم، كل 15 يوم بتتم الاحداثيات دي والتصوير الجوي ده، واي متغير بيبان. ممكن ما يبانش خلال 15 يوم دول، يبان خلال 15 يوم اللي بعدهم، بس هي اي متغير بيبان لازم هيجي المتغير ده، تمام. وبيعرفوا ساعتها ان تم تغيير في المكان ده ولا ما تمش. وبيجي بقى لازم طبعا يكون انت لو مرخص لازم يكون في رخصة، لازم رد على المتغير ده، انت التغيير ده ايه، عملت بناء على ايه. لا اما هيتعمل لك محاضر، لا اما هيتزال، لا اما يكون انت بقى معاك رخصة كده، تمام. فنخلي بالنا من النقطه دي يا جماعه، مش حد يروح يبني كده من نفسه، تمام، عشان ما يجيش بعد كده يشك في جاره، او ان جاري هو اللي عمل فيا، او جاري اللي سوى فيا، او جاري اللي اشتكاني او كده. لا، مش بيبقى جارك اللي اشتكاك ولا حاجه، بيبقى المتغير كده كده بيجي بالتصوير الجوي اللي كل 15 يوم. فبالتالي آه، اللي عايز يبني، عايز مثلا يعمل دور او عايز كده، بيلجأ للوحدة المحلية او مجلس المدينة، سواء المكان او المحافظة او اي حاجة، ويشوف الاجراءات المطلوبة ايه، ويمشي اجراءاته الطبيعية القانونية، علشان ما يقعش تحت طائلة القانون ويعتقد بوقوعه ده تحت طائلة القانون، انه يحرر له محاضر بنا بدون ترخيص وازالات ويدخل في متاهات. يتوقع كل ده ان جاره هو السبب في اللي هو فيه. لا، يبقى انت السبب اللي انت فيه. فنخلي بالنا من حاجات دي كده. في واقعات شفتها كتير جدا جدا. في واقع ان الناس مثلا حطت برميل ازرق بتاع ميه، آه، بيتها 4 5 ادوار، مبنيه مثلا قبل القانون، ويدوب بس مجرد ان هم حطوا البرميل الازرق ده، لازم البرميل الازرق ده اللي هو برميل ميه 1000 لتر، جالهم التصوير الجوي، جه. ايه التغيير الموجود يا جماعه؟ ما فيش تغيير. لا، البيت ده كله مش كان موجود بقى. ما انت مش معاك ما يثبت ان انت بنيت ال4 ادوار دول ولا 5 ادوار دول، انت لسه بنيهم بقى. ما هو امال ايه؟ فبالتالي دايما نخلي بالنا من النقط اللي زي كده، فاهمين؟ ما نعملش اي حاجه جديده الا في البيت الا باجراءات قانونيه سليمه ومعاينه من المجالس المحليه التابع ليها، المسؤولين فيها، عشان تبقى انت بتمشي خطواتك واجراءاتك سليمه. وصلت معانا لنهايه الفيديو، فضلا وليس امرا دعمنا بالاشتراك لو كنت اول مره تشوفنا،
وتفعيل زر الجرس. متابعنا مستمر معانا. جزاك الله كل خير. ادعمنا بلايك عشان يوصل الفيديو بتاعنا لأكبر عدد من المشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.